انت لو ما بقتش تعرف تعمل اناليسيس وكبرت دماغك من حوار الاناليسيس والكلام ده كله، وانت شخص خبير جدا في الماشين ليرنينج موديل كلها، كماثماتكس وكود، وخبير في الديب ليرنينج كله، كماثماتكس وكود، والله 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 لا تطلع اكيورسي زي الزفت، ومش هتبقى عارف الاكيورسي دي طالعه وحشه ليه. اهم حاجه تفهم الداتا وتعمل اناليسيس للداتا كويس قبل ما تبدا تحط كود في الماشين ليرنينج. هي اسمها اصلا بري بروسيسنج للداتا، قبل ما تبدا خالص. قبل ما تقول يا موديل ان هختار موديل ايه في الداتا ديت، يا ترى هعمل ريجريشن، يا ترى هعمل كذا، يا ترى هعمل كذا، لا. انت اهم حاجه تكون فاهم الداتا وتعمل اناليسيس صح، تعرف المشكله فين عشان التارجت اللي انت هتجيبه. انت عايز تعمل ايه؟ يا ترى مريض السرطان ده انت عايز تعرف هو عنده كانسر ولا ما عندوش كانسر؟ انت عايز تعرف ايه اللي بتاثر فيه وايه اللي ما بتاثرش فيه. فلو سمحت لو سمحت، السيشنز بتوع داتا ساينس مهمين جدا جدا، واهم سيشن في الكورس كله. ما ينفعش تعديهم وانت مش فاهم حاجه. تيجي تقول لي يا باشمهندس الحته الفلانيه كذا، افتح تيكت يا باشا، انت عندك الويب سايت، خش افتح تيكت يا باشمهندس 1 2 3 4. يا باشمهندس انا ما فهمتش الحته الفلانيه، هنخش سيشن قبل السيشن اللي بعدها. جميل كده. وربنا يكون معاكم يا جماعه، وعاش جدا جدا. والناس اللي ما ذاكرتش الفانكشن تراجع الفانكشن تاني واحده واحده كده، عشان ان شاء الله نطبق عليها السيشن الجاي. وشكرا.